ونفصلها زي ما انت شايف كده وندقها. ودي بقى اخر مرحله. لا المهنه دي انا اتعلمتها من ابويا الله يرحمه، وبعد ابويا الله يرحمه جيت هنا عند الحاج احمد الابيض اتعلمت فيها حاجات اكتر. خدت وقت كتير وبوظت كتير وعملت كتير. كنت تبوظ يعني؟ اه لحد ما اتعلمت. ايوه، في حد بيتعلم ببلاش؟ قعدنا نبوظ شويه وبتاع لحد ما اتعلمنا. انت قلت لي كنت شغال مع الحاج صح؟ مع ابويا الاول. فلوس ولا لا؟ ابويا؟ والله كان بيديني. كان بيديك يعني؟ خدت منه كام اول حاجه؟ انا افتكر اول حاجه عملتها خدت فيها 12 جنيه. ما شاء الله، مبلغ برضه. على ايامها كانت مبلغ. كان سنه كام تفتكر؟ مثلا نقول 2003 بتاع كده، 2004 كان مبلغ 12 جنيه. ده كان حلو مش وحش. اشتريت بايه تفتكر ولا لا؟ رحت جبت حلويات وبيبسي والحاجات دي. دي بتاعت الطعميه. وفي بتوع الكشري بياخدوها يطلعوا بيها، بس بيبقى بقى حاجات تانية بتبقى اضيق من كده شويه. تبقى اضيق من كده عشان العدس والتقليه. انت قلت لي ان هي مقاسات. مقاسات. هي اكبر مقاس ولا اصغر مقاس ازاي؟ ده يعتبر اكبر مقاس، في اكبر منه شويه. ده حديد. ده حديد وفي ستانلس. يمكن انا بالغلط كده قلت لك قلايه. في فرق ما بين القلايه والشيايه صح؟ القلايه دي اللي هي كهرباء، اللي بتتعمل بالشباسه وبتاع. مختلفه عن دي تماما طبعا. تانية شغل الحماد، ده شغل يدوي. اول مرحله احكي لي كده عن اول مرحله في الشغل عامله ازاي، وبعدين بتبقى سياك كده ونفصلها زي ما انت شايف كده وندقها. ودي بقى اخر مرحله. مفيش حد بيتعلم عشان دي عايزه طول بال وصبر. دلوقتي ما بقاش فيه ولا طول بال ولا صبر. عايزه واحد يعني ايه عنده استعداد عنده استعداد يتعلم. طب هياخد وقت وهو بيتعلم حاجه زي كده ولا عادي؟ هو ودماغه بقى، هو وذهنه. ممكن واحد يستوعبها على طول، واحد لا. لو انت بالنسبه لك اخدت وقت قد ايه عشان تتعلمها؟ اخدت وقت كتير، قعدت شويه حلوين عمال ما اتعلمتها. مش هقدر اقول لك قد ايه، لان انا في الاول كنت داخلها كده عادي، اللي هو مش هكمل فيه. ما كانش عندك نيه تتعلم؟ انا كنت عادي بجرب بس. انت خريج ايه او بتتعلم؟ تجاره. خريج تجاره. تجاره ما شاء الله. تجاره ما اتخرجت ولا لسه يعني؟ اتخرجت خلاص. اشتغلت في مجالك ولا لا؟ لا، هشتغل في مجالي وانا معايا صنعه. الواحد لو مش حابب صنعته مش هيشتغل، لو مش حابب اي حاجه هو بيعملها مش هيشتغل. بعيد عن صنعتي. صح، عندك حق. اي مجال. تاخد منك قد ايه القلايه وانت بتعمل؟ والله على حسب، نص ساعه، ساعه الا ربع، ساعه. من الاول للاخر، ممكن ساعه على حسب الشغل اللي فيها. دي شوايه، بس دي بقى ايه، لحام مش يدوي. ده بقى شغل استنباط ومكن لحام. ده طريقه مختلفه خالص. طريقه مش مختلفه. اي حاجه يدويه داخله في الموضوع. لا، اليدوي اللي في الموضوع التتنيه، الحاجات العاديه دي. تمام. تتنيها على ايه؟ على الايد. على الايد. عادي. لا قصدي في مكنه شغال بيها او حاجه؟ لا، مكنه في البراويز دي. في البراويز بس. اتطورت، الشال زي ما هو ما اتغيرش. اللي اتغير بقى هي موضوع القلايه الكهرباء دي. ايه بقى، احكي لي عن طيب. دي قلايه كهرباء بتحط فيها الزيت وبيجي معاها شباسه. شباسه اسمها شباسه؟ اللي هي المربعه دي. تنزل في الزيت وتطلع كده لوحدها. هي دي بس الجديده، لكن الشال زي ما هو ما اتغيرش. اللي اتغير فيه خاماته. الخامه بتاعتك بس. ايه افضل خامه يتعمل منها شايات الطعميه؟ لا، ما فيش حاجه اسمها افضل، كل حاجه ولها فتره زمنيه. ده يعني العمر الافتراضي بتاعه قد ايه اللي انت شغال فيه مثلا؟ على حسب اللي بيستخدمه. ما في واحد بيمسك الشال ويفضل يرزع بيه، ده مش هيشتغل معاه، ده غلط. لان دايما تشوف بتوع الطعميه فعلا الحديد بيبقى سخن مع الخبط ده كله ممكن يقطع، على حسب المقاس. ماشي. مقاس 40 سم. ده بياخد كام؟ يعني حوالي 4 سياخ او 5 سياخ. 4 سياخ، يعني 4 سياخ كاملين يعملوا قلايه زي يعملوا شيئين. لكن الشوايه دي لا، ما عنديش فكره، بس تاخد لها بتاع 3 4 سياخ بقى. كله يعني تقريبي. ايه الفرق ما بينها وما بين اللي هناك دي؟ هل دي من حاجه ودي من حاجه؟ دي شغل لحمه وللحواوشي والكلام ده. اللي هناك ده للفراخ. لا، الصغير بياخد اكتر من كيلو. معقول؟ والله. ازاي؟ عشان بتبقى كل حاجه فيه ضيقه.
يعني كل ما الحجم بيصغر كل ما بيبقى شغله اصعب من الكبير. كل ما الحجم يصغر اه كل ما الشغل يبقى الكبير شغله بيبقى مرتاح شويه عن الصغير.